لكن نحمد الله على كل حال، نطلب الهداية من الله. لقد طلبت من والدتي القبول بفتاة كانت تدرس معي. هذا الدركي هذا حاب يتزوج بطفلة كانت تقرأ معه، وهو يريدها بشدة، وقد كنت معها لمدة 7 سنوات، لكن أمي رفضت، ولا أدري ما السبب، بدون سبب، ولا أدري ما السبب الذي دعاها إلى رفض هذه الفتاة. وفي أحد الأيام تركت الفتاة وقلت لها أنا ووالدتي لا نرغب بك. يعني كل مرة يسقسي يمه يا يما نحب نتزوج بها، يا يما زوجيني، يا يما زوجيني، يا يما زوجيني ولا نهبل ولا يحبس قلبي، يا يما ما يحبها الفتاة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى للمتحبين مثل الزواج. الزوج اللي يتحبوا ما كاش حل إلا الزواج. ولو هذيك المرأة تتزوج يقعد عقلها دائما مع هذاك الرجل، ورجل يتزوج يقعد مخه مع المرأة. ما لا الشريعة قالت لم يرى للمتحبين مثل الزواج. ما لا هذا أخونا الدركي مسكينة كي يماه رافضة 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 رافضة، فوق قلبه راح لهذه الفتاة قالها أنا ووالدتي لا نرغب بك زوجة لي. فكان ردها، شوفوا دالب هذه طفلة يعني عندها عقل. فكان ردها واش قالت له؟ أطع أمك فالجنة تحت أقدام الأمهات. طيع يمك. واش تقول له؟ يماه ما يشحبتها، قالت له طيع يمك، الجنة تحت أقدام الأمهات. فكان ذلك خلاص. وفي أحد الأيام، في يوم من الأيام سألت عنها فوجدتها تزوجت. خلاص. اتصلت بوالدتي أشكو لها حزني، حزن اتصل بيمه يحكي لها مسكين الحزن تاعو وشي له حزن على فقد هذه الفتاة. فكان رد والدتي واش قالت له يمه؟ لو كان جات تحبك تستناك. شفتي الله يهديك يا الحاجة، الله يهديك، وليدك هبلتيه مسكين، انت رافضة وتقولي له غير هذا الطفل ما تدخلش للدار، ويحلل 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 ويحلل، وهو راجل يعني لو كان ماشي طاعة الوالدين قادر يتزوج، واش خاصو؟ او ما شاء الله يروح يتزوج بها ويعقد عليها ويدير دار ويديها وما على بالوش كاع بريضة تاعك بطاعتك. لكن كتن وليد اصل، وكتن يعرف قيمة الوالدين والرضا تاع الوالدين. باقي مورك وانت رافضة حتى راح قالها خلاص. ومن بعد كي تزوجت وجاي تشكي لك الحزن تاعو، زعما لو كان جات تحبك تستناك الحق الى متى؟ انت راك يا رافضه، علاه تستناه؟ انت يا السبب، انت يا العجوزه، انت السبب. الله غير يحاسبك ربي على وليدك. اذا وليدك اهبل والله غير انت السبب، اذا انتحر انت السبب، اذا طروش انت السبب. او دركي مسكين اذا ولا مخلخل في الطريق واقف يجي يعطيه كامي ولا طوموبيل ويغيص يولي ما يشوفش، او قاعد حتى يتفكر هذيك الطفله اللي راحت له وكذا تعطيه شاحنه، والله غير انت السبب ويوقفك ربي بين يديه. وكاع اب وكاع ام عنده وليده يحب فتاه للزواج، عفيف هكذا، عفيف مسكين ماشي فاسق فاجر، يحبها للزواج، سارع روح زوجه، خليه يتحمل مسؤوليه بركه، وما ديك عقليه غير هذه اللي ما تدخلش للدار. اذا كانت البنت فاجئه نعم يجوز شرعا، اما اذا كانت طيبه وصالحه ما خصها والو. يعني يا اللي طفل راهو يحبها احنا لا احنا نجو العكس، لا ما لا يمه واش قالت له؟ لو كان جات تحبك تستناك. فقلت لها يا امي لقد ارسلت لك العديد من الناس، توسطت إليك بالعديد من الناس توسلوا إليك، لكنك رفضت لترد قائلة لو كان أعطيتني الدراهم نخطبها لك. يا فضيلة الشيخ كيف ترى هذه الإجابة، مع العلم أني دركي وأذهب إلى المنزل 4 أيام في 4 أشهر؟ يعني ما كنتيش قادرة تقولي له في البداية أعطيني دراهم نحن نخطب لك، تحوسي على الدراهم ماشي على الصحة تاع وليدك. لو كان عطيتني دراهم نحن نخطب لك، حتى أنت يا وصلتك المادة
حتى انت في وليدك وليتي تحوسي على الدراهم باش تروحي تخطبي له، هاي راحت له الطفله من يده، هاودك عقله مشغول وقلبه مشغول. يعني اسال الله ان يثبته. ماذا بينا الناس اللي تسمعنا تدعي له، لان هذا الحب قال العلماء قسري ماشي بالاراده تاعو. دوك مسكين راهي او خاص غير يوجن، حتى ان هناك من عد الحب هذا جزء من الجنون. وهو الشاب مسكين 4 أيام في 4 شهور يروح لدارو وما خطبتيهالوش. لو كان عطيتني دراهم نخطب لك. الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. ذهبت إلى المنزل في عطلة سنوية لمدة 21 يوم، فطلبت من الله ألا أرجع إلى عملي وأنا بهذه الحال، الحزن والكآبة والتفكير في تلك الفتاة، وعقلي مشرد وقلبي مشغول. لا إله إلا الله. ما نقدرش نكمل نقرا هذه الرسالة، كون نكمل نقراها نتألم بزاف، ما نقدرش نكمل نقراها. حاجة اللي نقول لك يا أمي حرام عليك، واش فيها تخطبي لوليدك؟ واش فيها؟ وانا حق لو كان هذا الدركي هذا، لو كان شاورتني قبل ما تتزوج الفتاة، قبل ما تتزوج الطفلة، لو كان قلت لك روح اخطبها، انا نجي معك نروح نخطبها لك كاع، ونشوفوا امام ولا يخطبها لك، ماشي حتى تولي في هذه الحالة. هاودوكا مسكين الكآبة، الحزن، عقله مشرد، قلبه مشغول. يا دار مسكين وين راهو هذا سي واسمو سي فتحي. الله يحفظك، الله يحفظك ويسترك ويصونك. اكتم واصبر، هذا وش نصحك، اكتم واصبر، اكتم واصبر. وان شاء الله ندعي ربي يرزقك زوجة تنسيك في هذه الفتاة ان شاء الله. ما تقولش والله باذن الله، اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تعوضه خيرا منها حتى ينسى كاع. يا وتجيك وحده صالحه وجميله وطيبه وحنونه، يا وتولي تقول عبك الحمد لله اللي ما تزوج بهذيك الطفله، تولي تحمد في ربي. ان الله اذا اعطى ادهش. السنه تشوف والله غير داير نيه في الله، غير يرزقك ويجيبها لك وتنسى كاع وما تتعذبش. انا ما نحبش نسمع واحد يتعذب مسكين هكذا. وانت يا الحاجه ربي يهديك، هذا الالم تاع وليدك كاع راهم في ميزانك تتحاسبي عليه يوم القيامه. كون عطيتني الدار راح نخطب لك، منعته منا ومنا زعما لو كانت حبك تستناك وقت حتى تولي 90 سنه. الله يهديك. اصبر يا درك وطني، اصبر. هكذا تعرفوا كي تشوف دركي مسكين في لوطورات غايص ولا غافل ولا يعطيك بروسي ولا ما يضحكش معاك ولا ما يتحيلكش، او مسكين هو تان شعبي كيما الناس، هو عقله مشغول كاع. او راك وين راهو هذا الدركي هذا، يا ربي يحفظه. ان شاء الله قياده الدرك الوطني تشوف كاع الدركي اللي هكذا مسكين ماهوش مزوج ولا راهو حب يتزوج، يديروا هيئه من الائمه يسهلوا لهم يروحوا يخطبوا له باش يكون مستقر، باش يخدم، باش يطور، باش يوقف يعمر بلاصتو. اما هو واقف في الاوتوروت وعقله راهو في جهه واحده اخرى مسكين. الله غالب عليه، الله غالب عليه. سائل يقول: هل يجوز للصيام الاثنين